والله بقى ميه. اجيب لك بقى كلور تشربي. والله بقى ميه. جنبي طبعا. ميه سخنه انت تقدري تشربيها. تشرب. ما علينا. ست الكل يا جميله تشربي ايه؟ ده ايه ده؟ عيان. اسم الله ياتي. جبت لك كريم كراميل. مع ان مفيش كراميل غيرك يا جميل في البيت بس يلا. ميرسي ايه جابك عشان ما تقعديش تزعقي لها على التاخير اتاخرته. ايه يعني ما انا كنت في الشارع وانا ايه؟ انا صغير. ما انا قلت لكم صغير وكبير، قلت له هاتي الوسط. جبتش كل الطلبات؟ جبت كل الطلبات. جبتي القرفه والجنزبيل؟ جبت القرفه مش هسمح لكم. مش هسمح لكم تزعقوا لي على حاجه. الله ينور عليك يا بنتي والله. انا متمرمطه، انا ما كنتش نازله كده بالمنظر ده. حلوه زي العسل. زي العسل ماشيه. ادعكتش في السوق. ادعكت في السوق. الناس السوق ايه ده؟ انت بتصورينا؟ لا انا بصور نفسي بصور كل باقي ميه والنبي يا شهد. يا بنتي ما تخشي معايا عندك على السرير. الله يسترك. اهي في ازازه اهي. يا جماعه دي سخنه يا جماعه. حلو ما مش على شباك السرير في واحده. انا خلاص اتحريت. الشم روايح الاكل. لا انا شم بصراحه. انا شم. بس احنا في زمن يتعمل فيه الاكل ده. ماله الزمن؟ احنا في حروب يا ماما وكوارث. دي الايام قربت تقوم. لا هاكل. ما بتسالي على الاكل ليه؟ علشان انا جعانه، انا جعانه من قبل ما انزل، فطرت بس نزلت جعانه. عاملين اكل ايه؟ انت مش شامه؟ ماشي جنبها ايه يعني؟ انا شامه لحمه، عاملين جنبها ايه بقى؟ انت الشيخ مبروك. الفاصوليا البيضاء. لوف يا بيضه. حبله. امبارح بتقول اعمل لكم اكل ايه بكره، بقول لها اعمل لنا لوبيا بيضه. ما عملتيش لوبيا بيضه ليه؟ طب انا جايبه بقى دقيق وحاجات مسكره وكده، تعملي لنا بيها ايه؟ لازم فاكهه. كشطوطه؟ مش ما انا تعملي لنا ايه؟ بق ميه. طب انت لسه قافله التلاجة. شهوده قاعده؟ يعني لو شهوده مش قاعده مش هتعملي لنا حاجه حلوه؟ انا بعمل لهم ما انت زيها وهي زي. اتفضلي بقى ميه. الله يخليك. واقفه هتموت نفسها عشان ما تجيبش لنفسها بقوه. بصي وشي محمر ازاي. لا حول ولا قوه الا بالله. حاسه ان هي كانت بالجاهد. هو الكبير اكبر من ده بكتير ولا قده ولا اكبر في ايه؟ والله يا ابله ما شفت. والله يا ابله ده 92 جرام. والله يا ابله ما شفت. زي ما شفتوا يا جماعه قرروا هيعملوا لي لوبيا بيضه. مش عارفه ايه لوبيا بيضه دي، بس انا بتلخبط بين اللوبيا والفاصوليا. اعملوا لي فاصوليا بيضه وبعد طبعا تهزيق عشان اتاخرت، بس يلا ما علينا. المهم ان هو ان احنا هيعملوا لي فاصوليا بيضه. قبل ما نبدا ادعوا يا جماعه لاخواتنا لفلسطين، ادعوا ربنا ينصرهم. هنا بقى جبنا اللحمه وهنبدا نديها صدمه، يعني نشوحها كده بدون اي ماده دهنيه. ليه؟ لان هنا اللحمه هنا ما كانتش حمراء قوي، فيها دهون، فهي هتنزل دهون وتتحمر منها فيها. ويا جماعه التشويحه دي او الصدمه دي بجد بتفرق في طعمها جدا، من ناحيه اللحمه والشوربه والطبيخ، بتخلي طعمهم في حته تانية خالص، بتفرق بنسبه 90% بجد بدون مبالغه. يعني انت طعمها طعم الشوربه وهي متحمره وهي متشوحه كده غير تماما وهي مسلوقه على طول. هنا بقى بعد ما شوحتها ودتها صدمه كده بدات تحط حبهان ورق روله او لورا علشان يعني تقلبهم معاها. حطت كام ورقه كده وواحدتين حبهان، بدات تبص تديها تشويحه معاها. تبدا بقى تعمل ايه؟ هتجيب بصلايه وتقطعها وطماطميه، يعني مش كتير، هي بصلايه واحده وطماطميه، برضو بتخلي طعم الشوربه خرافه، خليها حلو برضو. كل التكات دي بتفرق في طعم الاكل وبتفرق في طعم الشوربه، تبقى تخلي الحاجه ليها طعم تاني. تبدا بقى تقلبهم وتديهم تشويحه مع بعض. على بال ما يتشوح دول كده مع بعض هتكون بتغلي ميه وتحطها، يعني الميه اللي هنحطها على اللحمه المتشوحه دي تكون مغليه. هنا حطيت سنه فلفل اسود وديتها تقليبه كده قبل ما تنزل بالميه، يبقى الميه ميه مغليه. بصوا نزلت بيها اهي. حطيت الميه وهتغطيها وهتسيبها مع حالها بقى. مع نفسك. خش بقى انا هي هتغطيها اهي. هنخش بقى على الفاصوليا. هنا بص بقى التكايه دي بنغلي ميه ونحط فيها الفاصوليا. الفاصوليا لو سهله هتاخد منك كتير، انما الخطوه دي بتسيبيها فيها حوالي ربع ساعه. بعد كده تولعي عليها
مش هتاخد معاكي 10 دقايق، انما انك تسلقيها على طول هتاخد منك سوا كتير. جبنا بقى هنا بعد ما عملناها صفيناها، جبنا اللحمه بقى وحطينا عليها شويه ملح وشويه فلفل اسود، كانت محتاجه تتزود وزودناها. هنا بقى للفاصوليا قطعنا بصلايه وحطينا عليها حته سمنه، البصلايه تصفر بس، تصفر ما تتحمرش. هنا بقى بعد ما اصفرت كده نزلنا بكيس الطماطم اهو. التوابل ايه بقى؟ واحدة مرقة دجاج، شوية ملح وشوية فلفل اسود وشوية بهارات، والبهارات سنة صغيرة يعني، وممكن كمان تستغني عنها. هي ماما ما بتحطش بهارات بس اختي هي اللي حطتها. بس هنا بقى تقعد تقلبهم، دي كل التوابل. بعد بقى ما الطماطم فكت وخلاص اتسبكت، هنعمل ايه؟ واللحمه كمان كانت استوت، هنبدا بقى ناخد اللحمه نحطها على الطماطم، نشيل اللحمه من الشوربه نحطها على الطماطم، وبعدها هننزل بالفاصوليا. هنا هي بتشيل اللحمه من الشوربه بتحطها في الطماطم. على بال ما تحطي هي اللحمه في الشوربه ما تنسوش يا جماعه تصلوا على النبي، تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. هي كده بتنزل باللحمه كلها. حطها بقى، هتقلبهم في بعض كده وهتقوم نازله باللي هي الفاصوليا كده. بعد ما قلبتهم في بعض هتنزل بقى بالفاصوليا بعد ما صفيناها وكل حاجه. زي ما قلت لكم الخطوه اللي هي هتتحط ربع ساعه في ميه سخنه دي هتوفر عليكي سوا كتير قوي من انك تسلقيها على طول، هتاخد معاكي سوا جامد. كده بقى اهي، وهتقوم مغطيوها وهتسيبها برضو مع نفسها حبه. نخش بقى على الحاجه الاساسيه عندنا جنب كل اكله، ايه هي؟ الملوخيه ولسان عصفور برضو، بس الملوخيه اكتر. هنعمله قدامي لسان عصفور ما تقلقوش. جابت الملوخيه وحطتها في الحله، وبدات بقى تحط عليها شوربه من الشوربه اللي احنا بتاعه اللحمه دي، بدأت تحط عليها لحد يعني ما تبقى سمكها كويس، هتقوم مولعه عليها. وزي ما قلت لكم يا جماعه الشوربه بالطريقه دي بتحلي الاكل جدا. نحط بقى التوابل عليها، ملح وفلفل اسود ومرق دجاج. بصوا يا جماعه الملوخيه دي اللي احنا كنا مخزنينها مع بعض، شوفوا بنخزنها من امتى وتحسوا ان انتوا لسه جايبينها لسه عاملينها. بصوا خضرة ازاي، ده كمان الكاميرا ظلموها، بس ما شاء الله. هنا بقى بالنسبه للفاصوليا، بعد ما شافتها بقى كده لقيت ان هي خلاص تمام استوت، تعمل لكم لايك انه بقت تمام. نيجي بقى اللي هي الطشه بتاعت الملوخيه، جبنا حته توم وحطينا عليه كزبره وحته سمنه، وبدانا بقى نحمر هنقلبها. الملوخيه هنا كانت غليت خلاص، انا جعت وانا بتفرج فهتنزل بالطشه. بصوا تنزل بالطشه. حظهم ان انا ما كنتش موجوده، كنت هقعد اعمل لهم ايه اتفرج علينا البكاء. حطيتها بقى وبدات تقلبها. نيجي، مش قلت لكم هتعمل لسان عصفور قدام اهو. بعد ما حمرت لسان عصفور والشوربه كانت بتغلي، راحت منزله ده على ده، يعني حطيت لسان عصفور على الشوربه. نخش على الرز بقى. جابت الشعريه، انا عماله اقول جبنه مع اني ما ساهمتش في الموضوع ده، بس يلا. جابت الشعريه وحطت عليها حته سمنه، وبدات بقى تقلبها لحد ما هتتحمر، هتقوم نازله بالرز. بس انا نزلت بالرز وحطيت ملح، وهتنزل بالميه. لو انا اللي بعمله فانا بحط الميه الاول بعدين الملح، بس ماما واختي هما بيحطوا الملح الاول، معرفش بيحبوا يعندوني، بيحبوا يعندوني في الطريقه معرفش ليه. هنا بقى الرز كان خلاص بقى تمام، وعملنا جنبه بتنجان مخلل كمان. متنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتابعوني في صفحتي على الفيسبوك.